نستغل نايف نستغل وجود نايف هزازي. نايف يعطيك العافيه. كنتم متقدمين في اخر المباراه. الهلال نرجع ورا شويه معلش يا نايف. وخسرتوا المباراه يعني بالتعادل في اخر المباراه. الحمد لله على كل حال. طبعا يعني تعرف لسه باقي الشوط الثاني، يمكن التغييرات اثرت علينا. يمكن وسام ما ينصاب وصارت لنا امور كثير. يمكن الشوط الاول حتى كورتين حقت فوزي اللي كانت تخلص من الشوط الاول، كورتين تبع فوزي. انا كلاعب اصلا يحتاج لي صانع لعب. طول ما انه ما عندك صانع لعب مستحيل حتقدم اكثر من اللي انت بتعطيه. لكن الحمد لله على كل حال. انا اقول لك على الفريق، هذه نتيجه المباراه. اليوم الهلال ما قصر، لكن ان شاء الله عندنا شوط ثاني هناك. ودائما نحن طول ما اننا نحط نفسنا في اوقات صعبه، بالعكس عندنا شوط ثاني ان شاء الله نقدم فيه. غضب جماهيري يعني. لا طبعا امر طبيعي يعني هذه اول مره. بالعكس هرماش ما سجل وغيره ما سجل ولا حد زعل عليه. يعني جات عليه يعني في احد بيزعل عليه؟ بالعكس يمكن الناس عشان دائما بتهتم وتعتمد عليك في الهجوم، فالامر طبيعي الناس بتزعل عليكم، من حقها الناس تزعل. لكن بالعكس انا اشوف انه ما لا امر طبيعي. شكرا لك كابتن. الحمد لله. بس قبل ما اختم معك برضه، انفعلت انت مع كرت الاحمر حق ابراهيم ليش؟ مع انه فاول مستحق. لانه في كم فاول على هرماش. يمكن في كم فاول. ابراهيم انا اقول لك ابراهيم لازم كان ياخذ الاحمر، ولو خلى اللاعب يروح كان ممكن تجي خطيره، ممكن يجيك جول. بس الناس لاحظت انطلاقك من المقدمه لعودت للحكم عشان تناقش. لا انا تناقشت معاه، امر طبيعي، لانه بقول له يعني انت قاعد تضغطنا بطريقه يعني طريقه مبالغ فيها. الفاول حق اللي برا 18 اللي صار على شاتو شلهوب، وقبلها تعطي ابراهيم احمر. فقلت له اهدى علينا شويه خلاص. وبعدين هو قال ممكن يكتب ابراهيم تكرير. قلت له اهدى خلاص، خلي المباراه تعدي بخيرها وبشرها وخلاص. شكرا لك كابتن. يعني ما حبيت الا اهدي الامور، يعني ما في شيء بالعكس. عشان نستوضح منك انت احسن. لا